بنضيف بالوسط الخبز المحمص، وأخيرا بنضيف اللوز والصنوبر من فوق وهو يغلي مع زيت الزيتون. أول خطوة عندي هون لحمة مفرومة، لحمة خروف. إذا أنتوا بدكم تضيفوا لحمة عجل هذا اختياركم، لحمة الخروف أزكى لهاي الأكلة. هون برشت بصل أحمر بهاي الطريقة. هون عندي برضو بقدونس بدك تفرموه لهذا الليفل. هون قسمت خبز التورتة بهذا الشكل وقليته تحصل على هذا اللون الحلو. بالنسبة للحمة الخروف ما بدها إشي غير البقدونس، البصل. بالنسبة للتتبيلة بس إبهار حلو بدنا نضيف عليهن ملح، نخلطهن منيح، نكببهن بهذا الشكل بهذا الكبر، ما يكونوا كبار ولا يكونوا صغار حتى نقدر نحمرهن. لحمة خروف كثير فيها دهن، احنا بدنا نحمرها بالدهن تبعها. بسم الله. أهم شي على نار هادية، نقلبهن برضو على الناحية الثانية. هيك جهزت معنا. شايفين لهذا الليفل لازم يكون نفس القلاي. بنضيف شوية زيت زيتون، نحمر صنوبر، نحمر كمان لوز مقسم، ولكن الصنوبر ما بينفع نحمره مع اللوز لأنه بيستوي قبل. أهم شيء تحمروا الصنوبر واللوز بزيت زيتون. ليش؟ لأنه بالأخير هذا الزيت بدنا نكفته على الصحن، فبدنا الإشي يكون صحي 100%. هيك جاهز معنا الصنوبر. نضيف كمان مرة زيت زيتون. هون عندي لبن، زبادي، ضيف عليهن الطحينة، إبهار حلو، ملح، ليمون. تقدروا تضيفوا كمان ثوم، لكن أنا ما بدي أضيف ثوم اليوم، أنا مش جعبة أكل ثوم. كيف بدي أعرف إنه أنا وصلت المستوى المطلوب؟ إذا صاروا يسحلوا من الصحن. هون أضفت شوية زيت زيتون. نفرد الخبز المحمص بهذا الشكل. بعد هيك بننزل الخلطة. بسم الله. بنفردهن على الصحن. شايفين الحلو بلحمة الخروف مهما تحمرها صعب تنشف. بنصفطهن بهذا الشكل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. رشة بابريكا شوي صغيرة. بنضيف بالوسط الخبز المحمص، وأخيرا بنضيف اللوز والصنوبر من فوق وهو يغلي مع زيت الزيتون على اللحم. يا حبيبك يا أبو حبيب، شكله كثير بفتح النفس الصراحة. أنا متحمس أجهز كوباية الرمان. هاي الكوباية راحة نفسية. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ كل العناصر مع بعض. الخبز المقرمش، الله الله الله، بسم الله. كثير الاشي هذا زاكي. خلوني اختلي بالصحن. كوباية رمان. الله.